السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال كده. زي ما احنا شايفين عاملين حواوشي بقى رهيب، فعلا فعلا رهيب. حواوشي لحمة في لحمة، لحمة في لحمة، يعني لحمة في لحمة. بصوا بقى، انا هنا ايه، بدون قطع. انا ضربت البصلايه، عصقت نص اللحمة اللي كانت سادة، دي لحمة سادة على لحمة ايه، مفرومة، يعني اللي هي اللحمة المفرومة جبتها من عند الراجل وقطعتها وفرمتها، اللي هي بتبقى 220 210، وخد 10 جنيه فرم وعملتها. وكان عندي نص كفتة شوي، كان عندي كيلو، خدت نصه حطيته على نص المفروم وقلبتهم وعملتهم مع بعض، يعني حتة من دي وحتة من دي، انا ما وزنتش، خدت حتة من دي وحتة من دي. طبعا هحط بصل وجزر وزيتون، وعندك جبنة رومي حطي، ما عندكيش ما تحطيش، بصراحة ما كانش عندي فما حطيتش جبنة رومي، يعني انا بحب اللي هي مش هناكلها تكون ناشفة شوية. وهنا بقى حطيت ايه، ببشر الجزر وببشر البصل. إيه، اتضايقت. طب انا هنا بقى نسيت الطماطمية، بصراحة الطماطمية بتوديه في سكة تانية، نسيت. فجبت بقى الكبة دي جميلة جدا، كنت جايباها مش فاكرة بكام، من عندي من على النت، يعني كانت جارتي عاملة قناة كده على النت، صفحة قصدي على النت، وعملت جبت من عندها بقى. فبصراحة اسعفتني كتير، قطعت الحاجة صغير، وندى عملت بيها ان لما الجزر كان كبير كده ما كانش نافع بصراحة، قطعته صغير بالشكل ده كده. وابتديت ان انا ايه، بصوا، افرم. بصوا بقت جميله ازاي، بسرعه في ثانيه. هي شغاله كده كويس، تمام زي الفل. لقيتها شغاله كويس وجميله وتمام. رحت ايه، رحت عاملاها، عشان النور طبعا قطع، كبه مش هتفرم البصل، وانا محتاجه ان انا افرم البصل ناعم جدا. وبصراحه تاخد وقت معايا المبشره. لو كانت البصلايه سليمه كانت هعرف اتعامل معاها، او الجزرايه، بس هما للاسف كانوا متقطعين. وكان في فلفل الوان برضو كنت مقطعاه، وكله بالشكل ده، مع الزيتون برضو فرمته، وشويه التوابل اللي تعجبك حطيها. انا عشان اللحمه كانت مبهره، اللي هي ايه بتاعت الشوي، كفته الشوي كانت مبهره، اللحمه مش مبهره، فانا حطيت في اللحمه ملح وفلفل وشويه بهارات، ما حطيتش اكتر من كده. بصوا بقى، ابتديت بقى اكور كل حته لوحدها بالحاجات اللي فيها كده، اللي هي الخضار. بصراحه جميل، الولاد بياكلوه مش بياخدوا بالهم، والحمد لله، يعني على قد ما بقدر باكلهم الحاجه اللي هي يكون فيها غذاء ليهم من غير ما ياخدوا بالهم. وبصوا بقى، عملتها بالطريقه دي وكانت بصراحه تحفه. وان شاء الله اقدر اعمل لكم كل اللي في وسعي، ويكون ينال اعجابكم. دي فكره، ان انت تاكلي ولادك من غير ما ياخدوا بالهم، تاكليهم كل اللي تتمنيه. وهنا بقى سويته بالطريقه دي على البوتاجاز مش في الفرن، انا بحب تسويه البوتاجاز بصراحه، اسرع واحلى بالصراحه بالنسبه لي. مش بحبه في الفرن، بينشف قوي، وعندي فيه كتاكيت كده ما فيهمش اسنان، فبيحبوا الحاجه تكون كده حلو. وفوت حته صغيره حطيتها في ربع الرغيف، يعني ما فيهاش مشكله، ما هدرتش اي حاجه في اي حاجه خالص. كله عملته، عملنا جنبه طماطم متقطعه وفلفل، وحطيت معاهم شويه كده من الخلطه. حطيت معاهم هنا كمان طحينه، وبس كده. وكان بالهنا والشفا بقى للي اكل منه. وكنت مبسوطه جدا انا عملت كل الكميه ديت بسرعه بصراحه، اني خلاص الوقت كان بيقذف بيا، وكان عندي ضيوف جولي على غفله. فبصراحه ما مش ضيوف، صحاب بيت، بس يعني الحمد لله عدت وقضت على خير. طبعا الولاد كانوا بيلعبوا مع بعض وفرحة قوي بالطريقة دي، عجبتهم جدا. ويا رب بس تجربوا الطريقة دي وينال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وعلى خير ان شاء الله. مع السلامة. ما تنسوش، اللي مش حاطط اشتراك يحط، واللي مش حاطط لايك يحط لي لو الفيديو عجبكم او استفدتوا.